السلام عليكم متتبعي قناتي. وكلمة سهل وبسيط. كنتمنى لا فيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. كيف ما كتشوفوا اليوم وصفه جديده وفيديو جديد. كيف ما عودتكم دائما الجديد ثم الجديد. وصفه اليوم هي عباره على غريبه الكوك والسميده اللي صراحه عندها بزاف ديال المعجبين. كتجي زوينه بزاف، واهم حاجه انها كتجي لذيذه صراحه. اللي ذاقها كتعجبو بزاف. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير اللي غادي نوجد لهاد الحلوه، واكيد غادي نعطيكم بعض النصائح تجي معكم هاد الحلوه زوينه ومشقه. وكما كتشوفوا كيفاش كتجي من الداخل راها كتجي معلقه. ونبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو في هاد الحلوه ديال الكوكو سميده، غادي ناخذوا 4 البيضات يكونوا شويه ما كبارش وما صغارش، المهم متوسطين. ممكن ديروا غير 3 الا ما كانش عندكم. غادي نحتاجو كاس ديال السكر عامر وكاس ديال الزيت يكون ما عامرش. العبار ديال الزيت راه بكاس العنبه. غادي نحتاجو تقريبا واحد رابعه ديال الكوك. كنصحكم تاخذوا النوعيه الجيده باش تنجح معكم هذه الوصفه. فانا بديت نعبروا لكم حتى بالزلايف، فكما كتشوف خرج لي جوج زلافات رابعه. وبالنسبه للسميد فتا هو راه رابعه، يعني 250 غرام ديال السميد. غادي نحتاجوا شويه ديال الملح وقشور ديال حامضه ومعلقه ديال الكونفيتور يكون هذاك السائل. وعندنا خماره. دابا غادي ندوزو باش غادي نوجدوا هذه الحلوه. بالنسبه لهذه الحلوه فكما كتشوفوا راني ضفت البيض وضفت عليه شويه ديال الملح، وغادي نضيف ليه كذلك السكر، وغادي نبدا نخدم فيه دابا مزيان. اهم حاجه في هذه الحلوه انكم خاص السنيده تذوب مع البيض مزيان، يعني خاصنا كل مرحله نخدموها بوحدها ونخدموها بالتقنيه وبالخاطر باش تجي معكم هذه الحلوه ناجحه 100%. وصراحه راه كتجي زوينه بزاف، وحتى المكونات ديالها الا تبعتوا هذه الطريقه فكونوا اكيدين انها غادي تنجح لكم 100%. دابا غادي نبقى نحرك في هذا البيض وسنيده حتى تذوب ليا مزيان. كيف ما كتشوفوا راني كنحرك مزيان. من بعد ما ذابت ليا السنيده مع البيض غادي نضيف ليهم دابا الزيت. كما قلت لكم العبار راه بكاس العنبه. وغادي نخلط مزيان حتى ينسجم ليا البيض وسنيده مع الزيت ويوليو عندي خليط واحد. غادي نضيف لهم قشور ديال الحامض على قبل الزفوريه ديال البيض، وغادي نخلط الخليط. من بعد ما خلطت الخليط ديال الحليب والسكر والبيض غادي نضيف لهم دابا الكونفيتور ديال المشماش. الا ما كانش ممكن ديروا الناباج، المهم ضروري من الكونفيتور باش كيعطيها هذيك التاليكه وكتجي زوينه بزاف. غادي نخلطوا وغادي نضيف معاهم الكوك من الاحسن كما قلت لكم في الاول تاخذوا كوك نوعيه جيده. الكوك راه فيه 3 انواع. كاين النوع اللي كيكون صفر، وكاين واحد النوع كيكون غليظ، وكاين النوع كيكون رقيق. غادي تاخذوا النوعيه اللي كيكون فيها الزيت بزاف وكتعرفوا غير من الريحه ديالو، يعني كتكون الريحه ديالو مجهده وفيه الريحه ديال الكوك اللي اكيد كتعرفوها كتكون واحد الريحه زوينه وكيكون ميدم. حاولوا تحكوه شويه باليد ديالكم، غادي يبان لكم واش فيه الزيت ولا لا. النوعيه اللي فيها الزيت هذاك هو الكوك النوعيه المزيانه. صافي دابا غادي نبقى نحك في هذا الكوك مع البيض والمقادير الاخرين حتى ينسجموا ليا مزيان. غادي نخلطهم مزيان حتى نحس به نيت راه المكونات كاملين نسجموا. عاد باش غادي نضيف ليهم السميده. بالنسبه للسميده راه غتاخذوا السميده ديال الحرشه، يعني سميده رقيقه. وبالنسبه للسميده فراه حتى هي كتكون انواع، فردوا منها البال. كاينه اللي كتشرب دغيا وكاينه اللي لا، يعني السميده غتبقى عينكم ميزانكم اللي يجمع لكم الخليط وما يكونش الخليط قاصح بزاف. دابا غادي نضيف الخمارات كما كتشوفوا راه غنضيف ليها الخميره، وغادي نبقى نحك مزيان ونضيف ليها السميده مره حتى نحس بالعجينه انسجمت ليا. من بعد ما غنضيف ليها السميده فكما كتشوفوا ضروري من ندلكوها واحد شويه بهذه الطريقه. يعني السر الوحيد باش ان هذه الغريبه وكتصدق وكتجي ناجحه 100% انها خاصها دليك مزيان كما كتشوفوا بهذه الطريقه. يعني حاولوا تدلكوها مزيان بالكف ديال يدكم باش المكونات كاملين ينسجموا مع بعضياتهم والسميده تشرب لينا هي وداك الكوك. وكما قلت لكم السميده راه عينكم ميزانكم. صافي من بعد ما جمعت الخليط غادي ناخذ شويه ديال المزهر باش ندير فيه اليد ديالي، وغادي ناخذ السكر كلاصي سبيسيال. السكر كلاصي ضروري ما يكون سبيسيال في هذه الحلوه. الا ما كانش السكر كلاصي سبيسيال راه حتى شي حاجه ما درتوها وراه ما غاديش تصدق معكم الحلوه 100%. بالنسبه للسكر كلاصي فراه
كاينين انواع بزاف ديال السكر كلاصي، يعني حاولوا تاخذوا المزيان فيهم اللي كيكون رطب تقريبا مايل للنشا، واكيد البيوضيه ديالو كيكون بيض بزاف وكيكون ملس. المهم السكر كلاصي المزيان كنعرفوا انا غير بانه كيكون ملس بحال شكل النشا، ما كيكونش فيه الكور بزاف وما كيكونش محجر. صافي من بعد ما كملت الكميه ديال العجينه، فكما كتشوفوا غادي نبدا ندير كويرات شويه كبار، ما يكونوش كبار بزاف وما يكونوش صغار ثاني بزاف، يعني كما كتعرفوا الغريبه كتبغي تكون شويه كبيره، المهم متوسطه. صافي من بعد ما كورت هذوك الكويرات تقريبا نصف الكميه، غادي نحاول نخدم النصف بالنصف، حيت هاد الحلوه كتبغي دار في سكر كلاصي وتمرمد زعما في سكر كلاصي في الاول، ماشي تبقى تنكمل كاع الكميه عاد نبدا نمرمد فيه. صافي غادي نبقى ندير ليها السكر كلاصي بهاد الطريقه، نحاول نضغط عليها غير شويه باش هذاك السكر كلاصي يلصق. وهذيك الكميه ديال السكر كلاصي ما تخافوش منها، يعني خاصها هي ضروري تهز السكر كلاصي باش ملي كتجي ندخلوها للفران كتجي هي هذيك، يعني داك السكر كلاصي اللي كيكون ديجا راه زايد، داك السكر كلاصي كيشرب الحلوى النص ديالو والنصف الثاني كيبقى على وجه الحلوى باش انه كيبان داك الديكور ديالها اللي كيكون في الشكل النهائي. من بعد ما كورت هاد الحلوى، فبالنسبه للفران راه انا شعلته من قبل، يعني مني بديت كنصيب في الحلوى شعلت الفران. بالنسبه للفران راه فران ديال الغاز، خاصو يكون سخون بزاف، يعني فاش نجيو ندخلوا ليه اللاطه نقصوا غير العافيه مهيله ونخلوها تشقق على خاطرها. هذا هو السر باش ان الحلوى كتشقق مزيان، فخاص الفران يكون سخون بزاف. وكما كتشوفوا انا دابا راني كنضغط عليها، يعني كنبغي نعطيكم نصيحه ومن طون الفيديو خدام وكتشوفوا شنو كندير. ضروري تضغطوا عليها واحد شويه باش تشقق لكم مزيان. وبالنسبه للطريقه الثانيه اللي غادي نوريكم، الا جاتكم هذيك شويه صعيبه فهذه سهله، غنكمل الكميه كامله وغادي نديروها في الاناء اللي فيه السكر كلاصي وتبقاو تحركوا فيها بهذه الطريقه حتى يلصق السكر كلاصي كامل على الحلوى. صافي من بعد ملي غتبغيو غتهزوها بواحد الكميه ديال السكر كلاصي وها هي وجدات. كما شفتوا هي كامله تغلفات يعني بالسكر كلاصي. دابا غادي نهزها، غنحاول نهزها بشويه ديال السكر كلاصي كما قلت لكم، حيت ملي كتدخل للفران كتشرب شويه ديال السكر كلاصي، خاص ضروري يبقى لها شويه. وها هي الحلوى من بعد ما خرجتها من الفران، فكما كتشوفوا راها كتجي مشقه وزوينه بزاف. بالنسبه للطياب فتقريبا كتحتاج ربع ساعه، ما تفوتوهاش. الا فتوها شويه غادي تحرق لكم، ما كتحتاج طيب بزاف، يعني غير كتحدها كتشقق صافي كتشد راسها وصافي كنخرجوها، ما كنبقاوش نخلوها تحمر مزيان، يعني غير تشد راسها صافي وتخرج. هذا هو السر باش ان هاد الحلوى كتجي معلكه وكتجي ناجحه 100%، واكيد كتجي مشقه، يعني خاص العافيه. وبالنسبه للعافيه فخاص العافيه تكون فوق منها نيشان باش تشقق لكم. هذه اللاطه الاولى. بالنسبه للاطه الثانيه فكما كتشوفوا ها هي راه حتى هي تشقات ليا كامله تبارك الله، يعني خاصكم غير تتبعوا النصائح وان شاء الله تكون ناجحه معكم 100%. صراحه راه كتجي زوينه بزاف، انا كتعجبني وما كتخطانيش، يعني كنحاول نديرها تقريبا كل عيد اولا كل مناسبه، حيت كتجي ناجحه 100% ووصفه مضبوطه. وهنايا غيكون سال الفيديو ديالي، وكيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي من بعد ما درتو في طبق التزيين. كنتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم والوصفه كذلك تكون عجباتكم وتكونوا استفدتوا اكيد من النصائح اللي عطيتكم باش تجي معكم هذه الوصفه ناجحه وبالصحه والراحه. واذا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. متمنياتي لكم بالتوفيق ان شاء الله، وعيد مبارك سعيد لكل المغاربه باش ما تمنيتوا ان شاء الله بصحه والسلامه وبطولة العمر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.